السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم وحلقة جديدة والفوتبولر مع اتش. مين محمد رضا بوبو؟ وهل هو صفقة مفيدة للأهلي ولا زي الصفقات اللي بتاخد بروباجندا كتير ودوشة كتير وفي الآخر اللعيب ما بيأديش مع الأهلي؟ في ناس كتير أنا اتكلمت معاها قبل ما أعمل الفيديو على بوبو، وأغلبية الأهلاوية معرفش ليه عندهم كده حالة من انه مش عاجبهم اللاعب وانه مش هيفيد الاهلي وانه ممكن يكون صفقة مضروبة زي اغلب الحاجات اللي بيتعمل عليها دوشة كتير. طب تعالوا نتعرف على اللاعب واحدة واحدة كده وبالراحة ونشوف مركزه ونشوف سنه ونشوف مهاراته، وهل هو مفيد بجد للاهلي او الاهلي محتاجه ولا لا. احنا اتفقنا ان صفقة حمدي فتحي تقريبا انتهت والاهلي هيسيب حمدي فتحي للاحتراف الخارجي، فهيفضل عندي في نص الملعب. مش هقول لك ديانج لان ديانج برضه بين ليلة وضحاها ممكن ما تلاقيهوش. عندي مروان عطية وعندي السولية وعندي احمد نبيل كوكا. محتاج في نص الملعب لعيبة؟ طبعا محتاج في نص الملعب لعيبة كتير مش قليلين. كتير يعني ايه؟ يعني على الاقل انا محتاج 2 أو 3 لعيبه في نص الملعب. وقلت لكم قبل كده اكتر من مره الفرق الكبيره بتحتاج في مراكز معينه يكون فيها عدد كبير. السنه الجايه تقريبا هتبقى مطحنه، دوري وكاس ودوري ابطال افريقيا والسوبر الافريقي وكاس العالم للانديه وحوار طويل عريض. لو بصينا على احتياجاتنا واتكلمنا فيها في فيديو سابق اكتر من مرة، انا مشكلة الاهلي الحقيقية في نص الملعب بالذات عشان ده مركز اللاعب، مشكلتي في اللعيب ال8 اللي ينفع يلعب 10. لو عشان اقربها لكم، المركز اللي كان بيعمله ساسي في الزمالك كان دايما 4-2-3-1. دي الزمالك ما كانش بيحتاج لها كتير لان كان ساسي مع طارق حامد بيقدر يلعب 8 ويقدر يلعب صانع العاب. طيب الاهلي عنده الحكايه دي؟ لا، الاهلي ما عندوش اللاعب ده. محمد رضا بوبو من اهم مميزاته انه صغير في السن، لعيب مواليد نوفمبر 2000، يعني عنده 23 سنه او لسه حتى ما كملش 23 سنة. لعيب حرفيا كده يتقال عليه جوكر. مركزه الأساسي 8، يقدر يلعب صانع ألعاب، بيسدد كويس جدا على المرمى، عنده رؤية حلوة جدا في الملعب. لو اتفرجنا على اللاعب في كل المشاهد، الكرات الطولية اللي انتوا شايفينها باص بالمسطرة، كل مرة بيستلم فيها الكورة. ركزوا بقى معايا، نمشي واحدة واحدة مع الفيديو. دي تاني كرة طويلة، باص طولي، استلام من مرة واحدة، بيروح على الجناح، ودايما الباص الطولي. بس ده باص رائع كمان، لو استلم اللاعب كانت هتبقى رائعة. بص معايا كمان الفوت وورك بتاعه عالي جدا. اللي عايز يعرف قوي التركيبة بتاعت محمد رضا بوبو يفتكر، يرجع بالذاكرة شوية كده ايام ما جبنا محمد محمود من وادي دجلة قبل ما يتصاب اي اصابة. لو ركزت في طريقة اللعب هتلاقيهم تقريبا كوبي وبيست من بعض. محمد محمود نفس السرعة والخفة والحركة السريعة والدريبلينج بالكورة، هم شبه بعض قوي. بوبو كمان حريف، وتحس ان هو قطعية المهاجم غالبة عليه اكتر من قطعية المدافع. يعني ما هواش هاف ديفندر تقليدي، لا، يمكن تمشي معاه 8 و10 قوي. يعني انا ممكن لو ديانج ما مشيش ولعبت بمروان عطية وديانج
ورضا بوبو في نص الملعب، الاهلي هيقدر يعمل استحواذ عالي قوي قوي على الكوره. ودي نقطه انا شايفها مهمه جدا جدا. طبعا انا كنت بكلمكم في فيديو سابق، ودي كمان تسديدات من بره ال 18، ودي حاجه انا محتاجها جدا، لان انا تقريبا ما عنديش حد بيسدد من بره ال 18 غير السوليه. والسوليه دلوقتي ما بقاش في التوب فورم بتاعه، وما اظنش ان هو يقدر يلعب 90 دقيقه يعني. فانا محتاج لعيب بالمواصفات دي. محتاج لعيب بالمواصفات دي. محتاج السكواد بتاعي يدخل فيه نوعيه من اللعيبه مختلفه عن اللي عندي بالتاكيد. احنا قلنا احتياجاتنا في الاساس راس حربه سوبر، وانا سمعت ان الاهلي في سبيله انه يعمل حلو قوي الباص ده، انه يعمل صفقه من العيار التقيل، ويا رب تطلع بره موليكا بقى، عشان احنا يعني ايه اللعيب ده بدا يعني الكلام الكتير عليه مقلقني يعني، ومش ما بقاش هو موليكا بتاع زمان يعني. بص استلام رضا بوبو، وده كمان اسيست بالشمال، ودي حاجه فوق الروعه. فكرني بصالح جمعه يعني، الله يرضى عليه، كان هيغنينا عن الدنيا كلها. برضو اسيست بالشمال دي جديده. رؤيته في الملعب انا شايفها حاجه عاليه جدا. الهات وخد بيرقص، واو. دي بدري بتاع برشلونه دي ولا ايه؟ مش عايز احسدك يعني، نفس اللعبه كده بالظبط. وكمان مميز في العاب الهوا، دي حاجه برضو مميزه جدا. فعشان يعني نحسم الجدل ده، ما اتفرجتش على اللاعب ده في مباريات كامله، ودايما عارفين ان الهايلايتس ما هوش كل حاجه، لكن اللعيب بيبان. يعني انا اللعيب الوحيد اللي انا شفته خذل توقعاتي هو مروان عطيه. لعيب كويس جدا، بس انا ما توقعتش نجاحه في الاهلي، زي ما انا ما توقعتش نجاح ناس كتير. في ناس بتستغرب ان في لعيبه في فرقها بتبقى عاليه جدا جدا جدا، وتيجي الاهلي ما تأديش نفس المردود. يا جماعه هي الموضوع بسيط وسهل، قلناها قبل كده. الاهلي الضغوطات فيه من اصعب ما يمكن. انا فاكر مروان عطيه في مباراه اول مباراه لعبها في كاس العالم للانديه، قلت لاصحابي الراجل ده لو لعب بالطريقه دي ماتشين كمان مش هيلمس كره تاني في الاهلي. يعني ايه؟ قلت لهم بيلعب المضمون والتقليدي ونص الملعب، مش محتاج بقى اللي هو يقعد شغل حسام عاشور بتاع زمان يعني. لا، انا جايبك عشان تعمل لي الباص اللي يفرق معايا الغير تقليدي. حاجات كتير جدا والله، وكأنه سمعني يعني. بعدها شفت نسخة من مروان عطية من اروع ما يمكن. الراجل حجز مكانه في وسط العتاولة وبقى اساسي في الفرقة، فده في حد ذاته يديك حلو قوي الباص ده. لا يا جماعة، لا يا جماعة، لا يا جماعة، اللعيب ده لعيب جامد. بغض النظر بقى عن فكرة ان هو يقدر يدخل يتعشق ترس في المكنة ولا لا، بس انا شايف رؤية عالية جدا انا محتاجها. اللاعب تقريبا في كل الكورة واو يا سلام، الكوبري ده عالمي برضه. اللاعب في كل كورة بيستلمها بتحس ان هو مؤثر، بيلعب بشكل رائع، كورته حلوة جدا، منتشر في الملعب كله، لعيب جوكر زي ما بتقال عليه كده، كل مكان بتلاقيه موجود فيه. ناقصه بقى اني اشوفه في الحالة الدفاعية عامل ازاي، لكن انا قناعتي الشخصية انا مش محتاجه في المركز ده يكون دفاعيا اكتر من 60-70% مش مشكلة، لكن بالمستوى ده لا، الوضع مختلف تماما. اولا لعيب سريع وخفيف الحركة، عنده عين حلوة جدا، منتشر جدا في الملعب كله. بص الباص ده يا جماعة برضو بالشمال، ومن لمسة واحدة ومن غير ما يفكر، نفس الكلام. انا هبتدي احبه على فكرة يعني. الفيديو ده انا اتفرجت عليه مرة او مرتين بس، وانا بحكي معاكم لا، اللاعب مميز جدا جدا.
وانا شايف انه بالمستوى ده لو دخل وقدر على ضغوطات اللعب في الاهلي هيبقى حاجة كبيرة جدا. انا تقريبا كل السروهات اللي انا شايفها في الملعب، الله عليك يا ابني الله عليك، كل السروهات اللي انا بتطلع من رجله حاجة بالمسطرة، حاجة بالمسطرة. اللهم لا حسد يعني. لا يا جماعة انا غيرت رأيي. انا مش بقترح عليكم ان احنا الراجل ده ينفع ولا ينفعش. الراجل ده جامد يا جماعة، اللاعب ده لاعب جامد بجد يعني. قليلين قوي اللعيبه اللي بتلعب في نص الملعب ويبقى عندها الرؤيه اللي شبه متكامله دي في كل كرة بيمسكها. طبعا يعني الهايلايتس بيجيب لك افضل ما عندك، لكن حتى لو افضل ما عندك لكن كل باص بيخرج من رجله بالكميات اللي احنا شايفينها. الفيديو بتاعنا ده يعدي 16 دقيقه يعني. لو قعد طول الوقت يلعب الباصات بالشكل ده، كنت اقول لكم يعني قبلها المفروض برضه اشوف الكور المقطوعه بتاعته، الباصات اللي هي اي كلام يعني. لكن حتى لو عنده باصات كتير اي كلام، ما هو عنده ده. يا سلام على الباص ده يا جماعه، والله ده رائع ده. لا انا هنبدا نتغنى يعني. انا ما كانش يفرق معايا اللعيب ده يجي او ما يجيش، بس بعد اللي انا بشوفه ده، لا انا بجد عايزه يجي. انا سمعنا كلام النهارده ان فيوتشر بيخلص الصفقه، احنا عارفين الغلاسه يعني، بطالب 4 لعيبه ومش عارف ومقابل مادي. بس طبعا لما سمعت ال4 لعيبه ما فرقتش كتير يعني. نيدفيد لسه معار زي ما هو وما اعرفش 2 لعيبه برضو من قطاع الناشئين، ونسيت حتى مين الاربعه مش مؤثرين قوي. هو نيدفيد بس شويه هو اللي كنت اتمنى انه يرجع. لكن بغض النظر اللي بيحصل ده شيء رائع. اللاعب ده لو ما اتدفعش بقى، تعالوا بقى نقول الجملة المهمة، لو ما اتدفعش بعد ال4 لاعبين دول مبلغ كبير، انا بالنسبة لي هتبقى صفقة كويس. لان انا ادور على احتياجاتي بس. انا حمدي فتحي مشي، فاضل ال3 اللي احنا قلنا عليهم، سواء السولية ولا كوكا ومروان عطية. السولية وكوكا ممكن اقول ان هم مش 100% اعتمد عليهم. طب ديانج ومروان عطية، لو ديانج مشي انا مش هحتاج بقى بوبو ده، انا هحتاج بوبو و2 على بوبو كمان. وخصوصا ان انا برضو ما عنديش ضمانة لرجوع اكرم بالشكل الكبير يعني. ربنا يشفيه ويعافيه يا رب. اكرم لو رجع في نص الملعب هيفرق معايا بطريقة مش طبيعية، فاتمنى اني اكمل السيناريو. انا قلنا احتياجاتنا، احنا عايزين راس حربة، عايزين جناح بشكل مختلف، حاجة مختلفة. ودايما افضل اقول لكم اتمنى انه يتفاوضوا مع مارسيلينيو، اللاعب اللي انا كنت عامل عليه اللقاء ده الفيديو من الصيف اللي فات. لعيب مش طبيعي، ومحتاجين قلبين دفاع. سمعت عن محمود مرعي، يا رب الصفقة تتم، وعقبال أسامة جلال كمان. محتاجين يا جماعة لعيبة كتير، دي حقيقة. انت داخل على معمعة وداخل على طحن كبير في كل البطولات، فده شيء بالنسبة لي مهم. وانا حبيت محمد رضا بوبو عشان يجيب بالاخر يعني. اللاعب بسم الله ما شاء الله عليه، كورته سلسة وبسيطة وبيلعب السهل وحريف وخفيف وسريع وسنه صغير. هو ناقصه بس انه يكون اهلاوي يعني. الراجل ده لو طلع من جوه كده اهلاوي هيبقى حاجة رائعة. لبأمانة شايف لاعب هيبقى اضافة كبيرة للاهلي، واتمنى ان الصفقة تتم. سعدت بيكم، اتمنى اكون اسعدتكم. يومكم سعيد.